السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا الحدث تي في. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، ترتقب مصلحة الأرصاد الجوية خلال يوم الاثنين الموافق ل 27 من فبراير أجواء غائمة ممطرة بإذن الله على أغلب الولايات الشمالية بكمية ترتقب وأن تصل أو تتعدى 20 ملم محليا، مرفوقة بتساقط الثلوج على أغلب المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها ما بين 900 إلى 1000 متر. بداية بالولايات المعنية بتساقط الأمطار خلال صباحة يوم الاثنين هي كل من ولاية تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيل، عين دفلة، تيبازا وولاية الجزائر العاصمة. أما خلال أمسية يوم الاثنين تميز هذه الأمطار كل من ولاية برج بوعريريس، طيف، ميلا، قسنطينة، طارف، عنابة، سكيكدا، جيج، البجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازا، البليدة، ولاية المدية. كما ستكون هنالك بعض الأمطار المتفرقة بإذن الله على كل من ولاية عين دفلة، شلف، تيسمسيل، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، وكذلك كل من أفلو، الجلفة، عين وسارة، بوسعادة، المسيلة، باريكة، وولاية باتنا. كما ستكون ثلوج حاضرة بإذن الله على المرتفعات الداخلية، خاصة المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية، على كل من مرتفعات ولاية المدية، البليدة، برج بوعريريس، طيف، ميلا، وولاية قسنطينة. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في القناة لنوافيكم بكل المستجدات.